السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأعزائي متابعين قناتي قناة البازل السياسي. هنكمل باقي السلسلة وباقي الشروحات بتاعة المفهوم الغربي للسياسة. طبعا عشان حضراتكم تفهموا الفيديو ده مرتبط بالفيديوهات السابقة، فعلشان اللي بيسمعني يفهم لازم يشوف الفيديوهات اللي قبل كده علشان خاطر يقدر يبني عليها، يعني يقدر يفهم احنا بنتكلم في ايه. فأرجو للسادة المستمعين ان هم يشاهدوا الفيديوهات السابقة علشان السلسلة تكتمل عنده، علشان يقدر يفهم المقصود او الشرح اللي انا بشرحه والمقصود بالكلام اللي انا بقوله ايه. طيب، هنبتدي نتكلم على التصنيف الغربي للشعوب. الغرب بيصنف شعوب العالم ازاي؟ شايفنا ازاي؟ شايف شعوب العالم ازاي؟ طبعا غير موضوع التصنيف بتاع شعوب عالم اول وعالم تاني وعالم تالت والكلام ده كله، لا، هو في تصنيف تاني، تصنيف غربي للشعوب. بيصنف الشعوب لثلاث اصناف، بيقسمهم لثلاث اقسام. الصنف الاول اللي هو الشعوب النشطة، وبتيجي بعد كده الشعوب التابعة، وبتيجي بعد كده الشعوب الخاملة. طيب، هنبتدي من ورا، من عند الشعوب الخاملة، وهندي أمثلة علشان نبسط العملية وتبقى سهلة الفهم والناس تفضل مرتبطة ومتابعة، علشان هي المسألة سهلة لو اتسهلت، إنما هي محتاجة خلفية علمية يعني. عموما الشعوب الخاملة في التصنيف الغربي زي مين؟ زي مثلا دولة كوستاريكا. دولة كوستاريكا دي لو انا سألت اي حد من السادة المتابعين او اي حد ماشي في الشارع هو اسم الرئيس الكوستاريكي ايه، مش هيعرف. طيب، تعداد دولة كوستاريكا قد ايه؟ برضه مش هيعرف. طب مكانها جغرافيا فين على الخريطة؟ مش هيعرف. نادر لما تلاقي حد عارف يعني. طيب، معاك جهاز تليفون او غسالة او ثلاجة او بوتاجاز صنع في كوستاريكا؟ لا. طب افتح كتاب التاريخ الاقي كوستاريكا في طبق اليوم؟ مفيش، ملهاش ذكر لا في الماضي ولا في الحاضر. طيب، لو وقع نيزك من السماء على دولة كوستاريكا وكل الكوستاريكيين ماتوا، هل العالم هيتأثر؟ لا. هيحس؟ لا. لو مفيش سوشيال ميديا علشان تعرف الخبر ده مش هتعرف ومش هتحس. الدولة ملهاش ذكر لا في التاريخ ولا في الحاضر، وملهاش تأثير في العالم. الغرب يعادي ليه؟ الغرب ما يعاديهوش. دي من الدول اللي الغرب ما بيعاديهاش وبالعكس بيحبها، لان دي دولة تعتبر سوق مفتوح لمنتجاته. يخش ياخد الموارد بتاعت الدولة دي، يشتريها من الدولة دي ويصنعها ويرجع يبيعها لها تاني في صورة منتجات، وهو مش قلقان منها خالص، بل بالعكس حبيبها. دول كالأنعام، بياكلوا ويشربوا ويخشوا الحمام. وجودهم من عدمه على كوكب الكرة الأرضية مش فارق، لا بالنسبة للغرب ولا غير الغرب. دولة ملهاش معنى أو ملهاش تأثير. طيب، زي دي ايه؟ لا، كتير في وسط افريقيا، دول كتير، وفي اسيا، وفي اماكن كتير في العالم، تقريبا في كل القارات في شعوب خامله غير مؤثره، ملهاش تاثير، ما تسعش عنها. طيب، نخش على التصنيف الثاني او المعيار الثاني او التصنيف الثاني في التصنيفات الغربيه. نخش على الشعوب التابعه. الشعوب التابعه زي مين؟ هتنصدم طبعا، وفي ناس كتير هتقول لا لا لا، ده انت بتتكلم كلام مش صح وكلام من ده. لما هقول لك هي مين الشعوب التابعه، الشعوب التابعه مثل من امثلتها زي اليابان والصين. اظن حضرتك اصطدمتوا يعني، تقول ده شعوب، ده عالم اول، دي ناس متقدمه. لا، دي في التصنيف الغربي شعوب عالم، شعوب تابعه. ليه شعوب تابعه؟ هقول لحضرتك. دوله مثلا زي دوله الصين، تقول لي ده تاريخ 10,000 سنه و20,000 سنه ومليون سنه. لو بصيت على التاريخ الصيني هتبص تلاقي ان الصين تاريخيا، واخد لي سعادتك، كانت دولة منكفية على ذاتها، يعني ملهاش تأثير. يعني لما تيجي تبص ما تلاقيش مثلا في التاريخ كده، افتح كتاب التاريخ ما الاقيش الحروب الصينية الرومانية، ما الاقيش الحروب الصينية مع الخلافة الإسلامية، ما الاقيش ما فيش الكلام ده. ولو اتوجد بتبقى حاجات خفيفة يعني، نادرة في التاريخ. هم ما لهمش تأثير في العالم، ما كانش لهم تأثير.
واعمار الامم ما بتتقاسش بواحد صحي 5 دقايق ونام يعني. اللي هو ايه، ال70 سنه وال100 سنه وال150 سنه ده في عمر الامم 5 دقايق يعني. هو مش 5 دقايق كمان، ده ساحه فتح عين ونام تاني. يعني مثلا دوله زي مثلا الاتحاد السوفيتي، ده كان القطب الثاني في العالم، واحد الاقطاب الرهيبه اللي كانت مشيبه العالم. دي دوله قعدت 70 سنه، ما قاسش بقى، ما عملهاش تصنيف، لان هي اصلا ما ده صحي فتح عينه ونام تاني. فاهمني؟ فالعالم او الغرب ما بيصنفش الشعوب دي بناء على فتره صحوه في عمر الامم، ما فيش هوا. فالصين دوله تاريخيا منقفيه على ذاتها، واكبر دليل على كده ان حتى اشهر حاجه في الصين سور الصين العظيم، ده السور اللي قافلها على نفسها. يعني اشهر حاجه فيها السور اللي قافلها على نفسها. ده غير ان التبعيه بتاعتها هي واليابان، وطبعا الكلام اللي انا بقوله على الصين ينطبق على اليابان علشان ما تكررش نفس الكلام. دي امثله وفي زيهم دول تانية. طيب الصين مثلا او اليابان، تبص تلاقي ان الدولتين دول مثلا ما لا اخترعوا طياره ولا صاروخ ولا مركب ولا موبايل ولا الكلام ده كله. هم بيصنعوا الحاجات دي كلها اختراعات غربيه. يعني اللي اخترع التليفون ده بني ادم غربي، اللي اخترع السياره بني ادم غربي، اللي اخترع الطياره بني ادم غربي امريكي، واللي اخترع السياره الماني. هم بيصنعوا اختراعات غربيه، هم تبع للغرب. اشيل الفيشه من الكهرباء النور يقطع. هم تبع للغرب، انما هم مش اصل الحضاره. حضارتهم تابعه للحضاره الغربيه، عايشين على الحضاره الغربيه. حضارتهم الحاليه تابعه للحضاره الغربيه، ولذلك تلاقي حتى ارادتهم السياسيه في دوله زي اليابان تابعه للاراده الامريكيه. الاراده السياسيه لليابان هي تابع للاراده السياسيه الامريكيه والغربيه عموما. والصين لغايه من 15 سنين كانت تابعه سياسيا برضه للغرب. هي ابتدت دلوقتي بس عاوزه تنشط، بس ده ما يحطهاش في الدول النشطه، لان نشاط الصين الاخراني ده ما يعني ما فيش فتره زمنيه صغيره يعني. تاريخها كله كان ما فيش خالص، هم تبع على الغرب. حلو الكلام. فمش علشان نشطت اخر 10 سنين ولا 20 سنه ولا الكلام ده كله معنى كده ان هي بقت من الدول النشطه. هي لسه مش من النشطه، بس مديه اشارات نشاط بالنسبه للغرب. ولذلك ابتدى الغرب يقول انت ايه حكايتك. واكبر دليل على كده ان المفروض ان احنا بنسال نفسنا الاسئله دي، بس احنا ما بنسالش نفسنا، ودي مشكله. يعني ليه؟ مين اللي بنى الحضاره الصينيه الحاليه؟ مين اللي عملها؟ مش الغرب. الغرب اللي بنيها. هو لو كانت الصين دولة بتهدد الغرب يروح يبني فيها مصانعه؟ هي كل المصانع اللي موجودة في الصين دي أصلا مصانع غربية. كانت شركات غربية أوروبية أو أمريكية في مجال الكمبيوتر، أوروبية في مجال السيارات وفي كل الصناعات. ابتدت إنها تفتح فروع هناك بحجة اللي هو بيتقال لنا في الإعلام والكلام ده كله، إن ده علشان خاطر الإيد العاملة رخيصة والكفاءة والمهارة والكلام الفارغ ده كله كلام فارغ. ايد عامله رخيصه ايه؟ بقى انا عشان ايد عامله رخيصه اروح افتح المصانع بتاعتي في اخر الكوكب؟ طب ما انا هتكلف نقل فرق العماله الرخيصه من العماله الغاليه. ده مبدئيا. ثانيا، طيب انا دلوقتي جغرافيا، والناس اللي دارسه جغرافيا تعرف الكلام ده، الصين في اخر الكوكب. دلوقتي الدول العربيه وشمال افريقيا موجوده تحت اوروبا مباشره، والايد العامله رخيصه فيها. طب هو ما راحش بنى في الدول بتاعت شمال افريقيا وفي الدول العربيه ليه مصانعه، بدل ما يروح يبنيها في الصين؟ ده حتى اقرب له جغرافيا، وبعدين قريبه من الاماكن اللي فيها توزيع الاسواق. يعني هي دي المنطقه اللي هو بيوزع فيها بضاعته. طب يعني بديهيا ابنيها هنا، اقرب لي جغرافيا واكسب لي ماديا. طب هو ساب هنا وراح بنى في الصين ليه؟ لان دي دوله تابعه، دي مش قلقان منها. هو مش قلقان منها. والنشاط الحالي دلوقتي ده حاجه كده يعني، هي جا غصب عنه وبعدين نشاط مفاجئ يعني، وهينام تاني. هو مش قلقان منه، عارف ازاي يسيطر عليه. علشان كده هو مش فارق معاه حكايه الصين دي. الصين دي سهله هنقدر نلمها يعني بالنسبه للغرب، انها في النهايه دوله تابعه. ده في التصنيف الغربي، واليابان كذلك. نيجي للدول النشطه. اللي شاف بقى الحلقات السابقه هيفهم مين الدول النشطه. الدول النشطه اللي هي الدول العربيه.
ليه؟ لان تاريخيا انت اللي كان في عداء بينك وبين اوروبا، وفضلت بتعادي في اوروبا لغايه سنه 1924 بنهايه الخلافه العثمانيه وعزل الخليفه العثماني عبد الحميد الثاني. انت لغايه التاريخ ده كنت عمال تضرب في اوروبا، اوروبا تضرب فيك. احتلت الاندلس 750 سنه ولا 700 سنه، واحتلت في اوروبا، ولذلك في دول زي دوله البانيا ودوله البوسنه والكلام ده، دول مسلمه اسلاميه في وسط اوروبا. طب دي جت منين؟ ما هو ده علشان كان في احتلال عثماني تركي موجود في قلب اوروبا على طول بصفه مستمره، انت كنت عمال تضربه. لذلك انت قعدت 1300 سنه، 1300 سنه او اكتر من 1300 سنه عمال تضرب فيه وتحاربه. فهو استحاله يعني استحاله يسيبك تقف على رجليك. فانت من الشعوب النشطه، انت من الشعوب النشطه. سيبك من النومه الحاليه. النومه الحاليه دي عمرها قد ايه؟ 100 سنه، 150 سنه، كلام فارغ، كلام فارغ. انت من نشط. وبعدين النشاط الاكبر، وبالذات دوله زي مصر، ده هيدخلنا في حاجه تانية يعني. دوله زي مصر دي دوله مشكله بالنسبه للغرب. دوله زي مصر مشكله بالنسبه للغرب. وبدايه ان هو يبتدي يعمل عندك شويه صناعات او يبعت لك شويه صناعات والكلام ده كله، ده علشان ما تتحركش انت من نفسك. لانك انت لو اتحركت من نفسك هو عاوز ينيمك، بس ايه بقى؟ باسلوب ان انت هتطلع. فبدل ما تطلع وتبقى طلعه غير مسيطر عليها، لا، اطلع تحت سيطرتي، تحت ايدي، انا شايف انت بتعمل ايه. لسبب بسيط، لان هو لو سابك انت هتطلع لوحدك. وده حصل قبل كده في التاريخ يعني. لما تيجي تبص مثلا، حصل ان كانت فرنسا عملت غزو والكلام ده، هنرجع نعيده تاني في حلقة تانية في قصة تانية هفهمك سبب عداء الغرب لمصر بالذات. بس احنا هنقول جزء منها هنا علشان خاطر افهمك ليه انت نشط، وليه هو بيحاول ان هو النهارده بيعمل عندك شويه مصانع علشان تفضل تحت سيطرته. لان هو شايف ان انت دخلت في مرحله نشاط. الحكومه المصريه الحاليه داخله في سكه نشاط، فهو عاوز يسيطر على الحكايه دي. فيسيطر عليها ازاي؟ بانه يعني العب قدام عيني بدل ما تلعب من ورايا. بس ادي كل القصه. ليه بقى؟ لان هو بيتعلم من التاريخ. الحكايه دي حصلت زمان من 100 و120 سنه، 130 سنه، 150 سنه اقصى حاجه، بعد ما لما جه واحد اسمه محمد علي باشا وابتدى يحدث مصر بعد الحكم المملوكي اللي فضل فتره طويله في مصر. اخرها اكتر من 150 سنه. يعني الحكم المملوكي اللي مسك، اللي جه في مصر او اللي اشتغل في مصر او اللي كان موجود في مصر، اخر مصر عن العالم 150 سنه. العالم تقدم ومصر فضلت مكانها. فلما جه محمد علي وشاف الدوله قال لك لا، دي دوله فيها مزايا وشخصيه امبراطوريه، او امبراطوريه نايمه. فشاف ان مصر دي تنفع تبقى امبراطوريه، فحاول ان هو ينهض بيها، وعمل بعثات للمصريين في الخارج، وبعت في كل المجالات، في الطب والهندسه والعسكريه والفنون وفي كل حاجه، لاوروبا وفرنسا والكلام ده كله. بعت لجميع دول اوروبا تقريبا، وكانت بس اكترهم كانت فرنسا، علشان خاطر يتعلموا، علشان خاطر يجوا والناس المصريين اللي هناك دي تبتدي تشتغل معلمين للمصريين اللي موجودين جوه البلد. المصريين اللي هيتعلموا بره يجوا يشتغلوا معلمين، ويبقوا هم الاساس او حجر الزاويه اللي يبني عليهم الحضاره اللي هو عاوز يعملها. ولذلك في وقت محمد علي مصر تقدمت جامد. ومن الحاجات اللي احنا الغريبه اللي مع ان انا مش قادر افهمها، ان ليه احنا بندرسش ده في التاريخ يعني. تيجي فتره محمد علي يتقال كلام كده يعني ايه اللي هو ايه يعني، اي حاجه وخلاص، انما ما تعرفش حاجه يعني، مفيش، تدرسش التاثير بتاعه. يتقال لك انه مؤسس مصر الحديثه وخلاص. طب ازاي وليه؟ ما حدش يفهمك. دي غريبه برضه، مش مفهومه. طب ليه انت ما انتش عاوز تقول لي تاريخي زي ما كان، زي ما هو التاريخ الصح؟ لان محمد علي عمل حاجه غريبه، والغرب ما فاهم الكلام ده كويس. محمد علي عمل حاجه غريبه وعجيبه. محمد علي لما شاف مصر امبراطوريه نايمه، صحيح متخلفه، بس لو تقدمت وقدر ان هو يفوقها هيقدر يغزو بيها العالم. اكبر دليل على كده ان هو حصلت ثوره، لان هو كان والي عثماني. حصلت ثوره في بلاد النورة وفي السعوديه، في السعوديه وفي اليونان بس هنمسكها واحده واحده. حصلت ثوره في السعوديه،
فالخليفه العثماني ما قدرش يسيطر على الثوره في السعوديه، فبعت محمد علي علشان خاطر يخمد الثوره، ونجح محمد علي اخمد الثوره وحكم السعوديه، قعد في السعوديه عن طريق ابنه يعني، وحكم السعوديه. وبعد كده حصلت نفس القصه في اليونان، وبرضه ما قدرش يسيطر عليها الخليفه العثماني، لان كانت الدوله العثمانيه في الوقت ده دوله خلاص بتقع. وجه محمد علي برضه استعان بمحمد علي، بعت الاسطول المصري، دخل ضرب اليونانيين وقعد سنتين هناك، وقضى على الثوره وقعد سنتين هناك. بس اوروبا قالت احنا كنا مستنيين الخلافه العثمانيه علشان تقع وتنهار وابتدي نقسمها، لان كانت اوروبا بينها وبين بعضها فيها عندها مشاكل، مستنيين يخلصوا مشاكلهم وبعد كده يتفقوا على انهم يقسموها ازاي، يقسموا التركه العثمانيه. فلما لقوا واحد زي محمد علي، ودي كانت اللي هشرحه بعد كده، دي كانت توصيات نابليون، لان نابليون جه قاعد في مصر هنا 3 سنين وشاف اللي شافه محمد علي، شاف ان دي امبراطوريه نايمه، وكتب توصيات لملك فرنسا في الوقت ده، بس اتحطت في الارشيف ومحدش سمع عنها الا بعد كده لما محمد علي جه، وابتدت اوروبا تقول الكلام بتاع نابليون صح. حلو الكلام. فلما جه محمد علي وعمل القصه دي واحتل اليونان، فرنسا وانجلترا لاول مره في التاريخ يتحدوا مع بعض علشان يضربوا الاسطول المصري في اليونان، وغرقوه. وغرقوا الاسطول المصري في اليونان. انت احتليت اليونان سنتين، مصر احتلت اليونان سنتين. حلو، كلام جميل. طيب، وبعدين حصلت مشاكل بينك وبين الخليفه العثماني ايام محمد علي، ومحمد علي بعت الجيش المصري ودخل وخد فلسطين، في لبنان، في سوريا، وطلع فوق ودخل وخد تركيا، وكان بينه وبين الاستانه ما فيش 200 كيلو يعني، بين عاصمه الخلافه ما فيش 200 كيلو. لدرجه ان لما محمد علي امر ابنه بالرجوع، يعني انت احتليت خلاص، انت كنت هتبقى الخليفه، كانت مصر هتبقى عاصمه الخلافه او مركز الخلافه، لدرجه ان محمد علي لما امر ابنه بالرجوع، ابنه بيقول له ده انا خلاص، ده انا بيني وبين الاستانه يعني 200 كيلو يعني، خلاص الموضوع انتهى. لان بعت لابنه قال له ارجع. قال له ارجع ليه بقى؟ لان اتقدم له انذار من الدول الغربيه، فرنسا وانجلترا وروسيا كانت في الحكايه دي برضه، ان هو يتراجع، لان قال لك يعني احنا كنا مستنيين ان الخلافه العثمانيه تنهار وخلاص، واحنا هنقسمها، تطلع لنا انت وتعمل لنا الخلافه وترجع تقعد لنا بقى 700 800 سنه على ما نعرف نتعامل معاك بعد كده وتنهار وتقع. ما هو انت كده دوله لسه وليده، خلافه بتقوم جديده وليده قويه، هتاخد وقت على ما تنهار، على ما اقدر ان انا اسيطر عليك. عرفت ليه بقى انت من الشعوب النشطه اللي مش مطلوب ان انت تقف على رجلك؟ لان انت لو وقفت على رجلك هتهدده. وجودك تهديد في حد ذاته، وجود الشعوب دي تهديد للغرب. لذلك الغرب عمره ما كان يبني عندك مصانع مثلا. يبني عندك ازاي؟ يقومك على رجلك علشان خاطر تضربه؟ لا، هو ما يبنيش عندك مصانع لما يشوف ان انت هتبني اصلا. فلا، انا ابني وابقى انا شايف متحكم في التكنولوجيا اللي موجوده، ابقى انا عارف انت عندك ايه. زي الموضوع بتاع الامريكان لما كانوا بيدونا سلاح، هو بيديني سلاح علشان انا ما اشتريش من بره. ما هو انت كده كده هتشتري سلاح، لا انا اديك سلاح انا عارف انا مديك ايه وامكانياته ايه، ومدي لليهود سلاح اقوى منه، اعلى منه، بحيث ان هو يقدر يسيطر عليك، لو دخلت في حرب مع اليهود يبقى هو ضامن انتصار اليهود عليك وسيطرة اليهود عليك، وبالتالي سيطرته، لان اليهود اداة. اليهود وده برضو من الحاجات اللي لازم الناس تفهمها، اسرائيل مش فاعل، اسرائيل اداة. احنا عندنا في القانون، وانا راجل اصلا محامي غير عامل حاليا، بس يعني عندنا في القانون في حاجه اسمها الفاعل والاداه. يعني النهارده واحد قتل واحد بسكينه، احبس الواحد ولا احبس السكينه؟ مع ان السكينه اللي دخلت في جسم المقتول، انا بحبس الواحد، لان السكينه ملهاش اراده، الاراده للي شايلها، للحامل، حل الفاعل. انما السكينه مفعول به، اداه ملهاش اراده. اسرائيل دي اداه، صناعه غربيه، صناعه انجليزيه، واستلمتها او ورثتها امريكا بعد انهيار الامبراطوريه البريطانيه وصعود نجم الامبراطوريه الجديده الامريكيه بالنظام الجديد، بالنظام العالمي الجديد. فهي خدتها ورث من اوروبا، من بريطانيا، فدي اداه. فما تقولش بقى بعد كده اصل اللوب الصهيوني في امريكا بيعمل ويسوي، الكلام ده كله كلام فارغ، وهم عايزينك انت تفهم كده.
اكبر دليل على ده انه سايبك تقوله. اصلا كل وسائل الاعلام والتكنولوجي اللي موجود حاليا دي تكنولوجي غربي، وسيرفرات الانترنت اللي احنا بنتكلم عليها دي سيرفرات غربيه. يعني لو هو مش عايزك تقول الكلام ده، مش عايزك تقول الكلام ده، او الكلام ده يهدده لو انتشر يعني وابتدى يهدده، لا هو هيلغي لك هيقطع، يبوظ لك يقفل لك قناتك مثلا يعني، او المعلومات اللي انت بتقولها دي او هيهاجمك او ايا كان يعني. فالغرب عدوك وبيحاربك، وعمرك في حياتك او عمرنا في حياتنا ما هنصدق ان الغرب هيبقى حليف. عمره ما هيبقى حليف. الغرب ما ينفعش يبقى حليف اصلا ليك، لانه قيامك ونهوضك بالنسبه له مساله حياه او موت. يعني هو ما ينفعش يسيبك تقف على رجلك، لان كده يبقى هو بيقضي على روحه، بيدمر حضارته هو. لان يا انت تعيش يا هو يعيش، هي المساله بالنسبه له حياه او موت. عرفت ليه بقى؟ انت راجل نشط، انت من النشط، انت من الشعوب النشطه والنشطه جدا كمان. المساله ملهاش علاقه بالدين. انت لو بتعبد بوذا بس نشط برضه هيحاربك. يعني الصين لما ابتدت تنشط اخيرا اخر 10 سنين، ابتدى الغرب يقول لها ها انت عاوزه تقلبي بقى، وابتدى يحارب، مع انهم بيعبدوا بوذا، ولا مسيحيين ولا مسلمين ولا يهود، مش من الديانات الثلاثه. والغرب برضه بيعادي روسيا المسيحيه الارثوذكسيه وبيحاربها. يعني المساله ملهاش علاقه بالدين يعني. انت بس نشاطك هو اللي يفرق معاه. فانت لو اتحولت من نشط، من تابع لنشط، او من خامل لنشط، هيبتدي يشوفك. بس هو المساله ما بتتحسبش ب 10 سنين و20 سنه وكلام من ده. هو يحاربك بس ما يعادكش. يعني ممكن بعد ما يهد الصين عادي، ممكن بعد كده يتعامل معاه عادي وخلاص وزي الفل. ليه؟ لان هو في الاخر تابع. هو نشاطه ده كان نشاط مفاجئ وخفيف كده فتره قصيره وانتهت القصه. انما انت لا، انت حتى لو انت مش متقدم، لا هو